قال لي: كنت غبي، ما كنتش عارف قيمتك. وانا ابتسمت وقلت له: زمان كنت بتوجعني بكلمة، النهاردة كلامك ما بقاش يأثر فيا. السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني. معاكم رانيا فضفضة قلب مع رنوش. النهارده قصتنا بتتكلم قصة واقعية مؤثرة عن بنت اتخذلت من حبيبها وبعد شهور رجع، بس بعد فوات الأوان. اسمعي القصة هتفهمي إن الحب مش دايما، لكن القوة بتبدأ لما نقرر ننسى. النهارده قصتنا، عارف يعني ايه تكوني بتحبي حد لدرجة إنك تنسي نفسك؟ كنت بصحى على صوته وانام على صورته، كنت بضحك لو ضحك وازعل لو تعب، كنت شايفة الدنيا من خلاله. بس في الأول كان كل حاجة حلوة، كان بيخاف عليا بطريقة تخلي قلبي يطمن، وكان بيقول لي: عمري ما هسيبك مهما حصل. وانا كنت مصدقاه لدرجة اني كنت بدافع عنه حتى قدام نفسي لما يوجعني. كنت اقول: يمكن مضغوط، يمكن الدنيا مأثرة عليه، بس الحقيقة كان بيبعد وانا مش واخدة بالي. بقى بيرد متأخر وصوته بقى بارد، المكالمات اللي كانت ساعات بقت دقايق، لحد ما في يوم ساب رسالة قصيرة جدا: أنا محتاج أبعد شوية، مش قادرة أكمل. طبعا انت عرفتي دلوقتي المكالمات الساعات بقت دقايق ليه؟ هو زي ما يكون ملم العلاقة. ساعتها حسيت إني نفسي اتسحب مني، قعدت أبكي وأفكر أنا غلطت في إيه. رجعت للمكالمات القديمة، للصور، للكلام اللي كان بيقوله فيا: أنا هفضل جنبك على طول. كل كلمة كانت بتوجع أكتر. عدت الأيام ببطء، في كل يوم كنت بتعلم إن الحياة مش بتقف على حد، وكنت كل مرة ببكي أقل من اللي قبلها. طبعا الحزن بيتولد كبير وبيقل مع الوقت، مع الجفا، مع قلة الاهتمام، لحد ما وصلت لليوم اللي صحيت فيه ما فكرتش فيه خالص. كنت فخورة بنفسي إن قلبي اللي كان مكسور بدأ يتلم، وبعد شهور طويلة ظهر تاني في حياتي. رسالة منه: وحشيني، نفسي نرجع زي زمان. تخيلوا بعد كل اللي حصل لي ده، بعد ما اتعلمت أعيش من غيره، يرجع بكل بساطة كأنه ما وجعش. قال لي: كنت غبي، ما كنتش عارف قيمتك. وانا ابتسمت وقلت له: زمان كنت بتوجعني بكلمة، النهاردة كلامك ما بقاش يأثر فيا. خلاص قلبك اتعلم الجفا، اتعلمت ان اللي يمشي وقت وجعك ما يستحقش يشوفك وانت بخير. اتعلمت ان اللي راح يفضل راح، وان الرجوع بعد فوات الاوان ملهوش معنى، لان اللي مات جوايا عمره ما هيرجع يعيش. النهارده لو سألني: حد بتحبيه؟ هقول: كنت بحبه، بس دلوقتي بحب نفسي اكتر. ما تخليش حد يرجع لك بس عشان حس بالخسارة، واللي ضيعك مرة هيضيعك تاني، بس المرة دي انت اللي مش هتكون هناك. طبعا احنا كلنا فاهمين الوجع اللي هي حاسة بيه. هو بني ادم ما يستحقهاش، بني ادم حب نفسه اكتر، حب يشوف ممكن كاريزما تانية تمشي معاه اكتر، ما لقاش، هو حاططها احتياطي، حاططها السجن، حب يرجع لها تاني. لكن هي صح، هي اتوجعت منه، ما ينفعش، لازم تلملم اللي اتوجعت فيه. عشان كده ما ينفعش ترجع لحاجة هو سابها. ده رأيي، واستنى رأيكم في كومنتات. معكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. يا ريت تقولوا لي بتتابعوني من انهي البلد، وتفعلوا الجرس، ووحشتوني.